السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جايلكم فيديو جديد، فيديو حلو جدا بإذن الله يعجبك. هنعمل النهاردة كفتة الفراخ، هنعملها بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة في نفس الوقت. كفتة الفراخ من الحاجات اللي لازم تكون موجودة كده في رمضان وغير رمضان، لأنها سريعة وسهلة كده ومتاخدش معاكي وقت في المطبخ. ونعملها بطريقة ان شاء الله. هنعملها النهاردة نسويها على البوتاجاز من فوق، على عين البوتاجاز، مش هنعملها في الفرن. حلوة جدا. تعملي جنبها بقى رز بسمتي زي ما انا عاملة كده، تعملي مكرونة، رز ابيض بالعيش. بصي، هي في كل حاجة بتنفع. فانا عملتها النهاردة وعملت جنبها رز بسمتي، وده كان فطارنا النهاردة يعني. وعملت بطاطس شيبسي وسلطة ومخلل، وما شاء الله كانت حلوة جدا جدا بجد. والله كل اللي اكل منها عجبتهم جدا جدا. هتشوفوا الطريقة معايا، بس بتمنى منكم تدعوا لهم وابويا بالرحمة، وندعي لاخواتنا في غزة وفلسطين ربنا ينصرهم بإذن الله، وربنا يثبت أقدامهم، ويجعل رمضان خير على الكل إن شاء رب العالمين. يلا بينا نشوف الفيديو. أنا النهاردة هعملها جزء بالوراك وجزء بالصدور. انت عايزاها تطلع معاكي طريه وتطلع حلوه جدا ومتبقاش ناشفه معاكي، تعمليها جزء بالوراك وجزء باللي هي الصدور، باللي هي الفراخ الصدور البانيه. لان لو عملتيها باللي هي بالصدور بس بتبقى ناشفه كده ومتبقاش حلوه قوي زي اللي ما بتعمليها بالوراك وكده. جبتها بقى، انا جبت جزء كده من الوراك وجزء من الصدور، غسلتها كويس جدا وقطعتها بالشكل ده كده قطع صغيره، وعملتها فرمتها في الكبه. فرم. بصي تفرمها كويس جدا جدا، تبقى ناعمه معاكي حلوه كده. لو ما فيش عندك الكبه دي، اعمليها في اللي هي المطحنه بتاعه الخلاط اللي هي بنعمل فيها الفلفل والكمون والحاجات دي، هتبقى معاكي زي الفل، ما توقفيش نفسك على اي حاجه. فرمتها بالشكل ده كده. واحنا بنعملها الوراك بيبقى فيها انسجه اللي هي الخيوط البيضه دي. حاولي لو جت قدامك شيليها. معايا هنا بقى ايه؟ بصل. بصلتين حلوين كده وسط، فرمتهم في الكبة، وبعدين لقيتهم نزلوا مية، حطيتهم في المصفى وصفيتهم وعصرتهم بايدي كويس جدا، ما خليتش فيهم مية. والفلفل نفس النظام، انا عملت جزء بالفلفل الاحمر وجزء بالفلفل اللي هو الاصفر، اللي هو عارفين الفلفل الالوان الكبير ده، عملت منه. لو عندك فلفل عادي من اللي هو الاحمر التاني اعملي عادي منه، لكن الفلفل الاخضر اوعي تحطي بين فلفل اخضر لان بيغمقها معاكي. ومعايا حزمه كده من البقدونس، غسلتها كويس جدا واخدت الورق وايه وقطعتها تقطيع ناعم جدا جدا. لازم الفلفل والبصل والثوم والكزبره والبقدونس يتقطعوا معاكي بالشكل ده كده ناعم جدا جدا. معايا هنا كيس بقى من الفيجيتار، نزلت بالكيس كله على الكمية اللي معايا، وحطيت برضو كمان معلقتين من البقسماط وقطعة توم اهو. معلقتين البقسماط، هاخد معلقتين بمعلقتين، هاخد معلقتين الاول وبعدين اعجنها. لو لقيتها محتاجة لسه هنزل ايه بالمعلقتين اللي لسه معايا. ومعايا هنا حوالي 3 فصوص توم او 4 فصوص توم. البهارات بقى اي بهارات عندك موجودة اعملي بيها. معايا هنا معلقة كبيرة من البابريكا، ونص معلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من الكمون، ومعلقة من البهار بتاع الفراخ. بهار الفراخ دي حلوة جدا جدا يا بنات. ومعايا معلقة من السبع بهارات او بهار اللحمة يعني. البهار اللي عندك حطي بيها. عندك بصل بودر، توم بودر، برضو مش هيقول لا. هتعجنيها بقى عجن كويس جدا. لو منتش عارفه تعجنيها كويس زي ما انا عملت كده، رجعاها تاني في الكبه وفرمي كل المكونات دي مع بعض. انا عملت كده ورديتها تاني في الكبه وفرمتها كويس جدا جدا لحد ما بقت معايا بالشكل ده كده. شوفوا الانسجه اللي هي البيضه دي اللي هي بتبقى في الوراك دي، حاولي تتخلصي منها كل ما تيجي قدامك، حاولي تتخلصي منها. انا هنا حسيت ان هي لسه عايزه حوالي معلقتين او معلقه من البقسماط، لانها كانت لسه طريه معايا جدا، فايه ضفت لها معلقتين عشان تعرفي هي خلاص كده كويسه معاكي، ما بقتش محتاجه البقسماط ولا الفيجيتار. بتكورها كرة كده، لو لمت معاكي زي ما انا عملت كده خلاص هي بقت ايه كفايتها كده، بقت كويسه يعني، مش محتاجه ان انت تحط عليها بقسماط تاني.
ماشي يا بنات، انا خدتها دلوقتي عند حطيتها في التلاجة حوالي نص ساعة. ده الفلفل اللي انا استعملته يا بنات، انا حطيت واحدة من الفلفل الاصفر وواحدة من الفلفل الاحمر، واخدت كمان حتة من هنا وحتة من هنا. بعد ما سبتها في التلاجة نص ساعة، جبت طلعتها بالشكل ده كده، وجبت اتنين عيدين من اللي هو الشيش طاووق، ولفيت عليهم ورق حراري كده، او الورق اللي هو الاسترتش الرقيق ده، وعملت اتنين جنب بعض، وبدأت اصبعها. المية اللي معايا دي مية البصل ومية الفلفل، وضفت عليهم نص معلقة ملح ونص معلقة فلفل اسود ومعلقة زيت، وببل ايدي كده علشان ما تلزقش معاكي، وبعمل اصبع الفراخ. اعملها بقى، عايزه تعملها كبيره تعملها صغيره، اللي انت عايزاه. احنا هنسويها على البوتاجاز من فوق، على عين البوتاجاز من فوق، مش هنشويها، وهتطلع معاكي حلوه جدا جدا، وهتطلع معاكي طريه ما شاء الله، وهتعجبك قوي. بس اهم حاجه لما تيجي تعمليها، يعني حاولي ان ما تبقاش، لو هتعملها بالصدور ما تبقاش كلها صدور، تبقى جزء من الوراك وجزء من الصدور. هنا بقى بعد ما انا صبعتها بالشكل ده، برضو سبتها في التلاجة، دخلتها التلاجة او تدخليها الفريزر اللي يريحك، نص ساعة، نص ساعة بالظبط، وبعدين بتطلعها تشتغلي فيها. كملي بقية الخطوات. هنا هنعمل طبق سلطة حلو جدا جدا، هنعمله بالسماق ومعلقة صغيرة ملح، وحوالي ليمونة او ليمونتين كده، عصير ليمون يعني. وهنا معايا بصلايه قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والطماطم قطعتها برضو بالشكل ده، وشلت البذر بتاع الطماطم، وضفت شويه بقى من البقدونس، وقلبتهم كده في بعض. بصي السماق مع الليمون بيدي طعم ومزازه روعه الروعه. بجد الطبق السلطه ده كان تحفه بجد والله. شوفوا الكفته معايا، لونها حلو قوي قوي بجد والله. كان طعمها كل اللي اكل منها عجبته جدا جدا، احسن واطعم من كفتة اللحمة. بجد كانت حلوة، وريحتها وطعمها حلوة قوي ان شاء الله. يعني بص، باقل كمية معاكي كده هتعمليها وهتاكلي احلى طبق كفتة. هنا بقى بدأت احمرها بقى، حطيت معلقتين زيت ولو عندك عندك دهنة ضيفيها، بتديلها طعم حلو قوي. وبدأت بقى هديت النار تبقى وسط، ما تبقاش عالية قوي علشان تستوي معاك كويس. وبدأت اسويها واقلبها بقى على الجنب ده والجنب ده لحد ما تاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه معايا ده. بجد والله كانت طعمها حلو جدا وسريعة كده، وما اخدتش اي وقت معاك في المطبخ. هنا بدأت بقى اطلعها واصفيها كده على اصفها من الزيت اللي فيها. الكمية اللي كانت معايا دي عملت يعني كمية حلوة جدا من الكفتة. شوفوا لونها وجمالها، والله العظيم يا بنات كان طعمها روعة الروعة.